سيدات والسادة النظارة الأعزاء، مساء الخير. كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة القوانين العرفية الأمازيغية. غادي نناقشوها مع الأستاذ أحمد أرحموش، المحامي ورئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. قبل ما نبداو النقاش مع الضيف ديالنا كنحيلكم على الروبورتاج. الأكيد أن جميع الشعوب في حاجة إلى سن تشريعات وقوانين للحفاظ على الحقوق وضمان الاستقرار والأمن في مختلف أبعاده، والحضارة الأمازيغية اللي كتمتد لآلاف السنين خلات إرث كبير أصبح ما معروفش عند شرائح واسعة من المغاربة. القوانين الأمازيغية أو العرف الأمازيغي أو إزرفان هي مجموعة ديال القواعد أو ديال القوانين اللي كتنظم الحياة ديال الإمازيغن، يعني على مدى عقود من الزمان كتنظم كل مناحي الحياة العامة والخاصة، سواء ما يتعلق بالزواج والطلاق، ما يتعلق بالسقي بالرعي بالطرق، كل مناحي الحياة العامة والخاصة كانت كتنظمها قوانين ديال الإزرفان. وهذه القوانين هي نابعة من الجماعة، أن الجماعة هي اللي كتتفق عليها وهي اللي كتوضعها، وتيكون هناك واحد الهيئة اللي كتمثل هذه الجماعة اللي كتعمل على تطبيقها. بالتالي تكون هناك حتى الامتثال لهذه القوانين تكون سهل على المواطن بصفه عامه، باعتبار انها نابعه من المجتمع ماشي قوانين فوقيه. وبالتالي اللي مهم في القوانين الامازيغيه انها كتحمل او الحموله او القيم اللي كتحملها والفلسفه ديالها اللي كتمثل في الحريه، في الكرامه، في احترام كرامه الانسان. وبالتالي هذه قيم اللي احنا الان نطالب بأن تكون كتوفر على القوانين الوطنية. والآن كذلك نطالب بمجموعة من المطالب، من بينها إلغاء عقوبات الإعدام اللي هي موجودة عندنا في القوانين الأمازيغية، لأن القوانين الأمازيغية ما كانش كتقضي بالعقوبات الحبسية وكذلك عقوبات الإعدام. المبادئ والقيم اللي تأسست عليها القوانين الأمازيغية كتشكل أهم رصيد في هذا التراث اللي ندثر منه الكثير. الأعراف الأمازيغية أو القوانين العرفية الأمازيغية لابد نذكروا بانها في زمان ما كانت هي القوانين اللي كانوا الناس كيحتكموا لها، بمعنى انها كانت انظمه قانونيه كتطبق وبالالزام. ثم من بعد ما تجاوز الزمان وصبحت كتسمى اعراف. هذه القوانين هذه وهذه الانظمه هي الصنع ديال المجتمع، يعني الناس تراضوا عليها ونظموا بها الحياه الاجتماعيه والمجتمعيه ديالهم، وطبعا فرضت مجموعه من الضوابط اللي فيها واجبات وحقوق ديال افراد ديال الجماعه. هذه الانظمه كتهم مجموعه من المجالات، فيها مجالات مثلا المجالات ديال الحياه الزجريه او اللي كنسميوه حنا الان بالعقاب والزجر، واللي فيه من المميزات ديالو انه كيختلف على الانظمه اللي كاينه الان، بيكونوا كيستبعد العقوبات البدنيه، كيركز على العقوبات الماليه. العقوبات الماليه بدل من العقوبات البدنيه اللي هي الحبس والاعدام اللي معروف، وكيركز على العقوبات الماليه، كيركز على الخدمه العامه. الانسان اللي كيأدي المجتمع كيخص يخدم لفائده المجتمع ويدير شي مصلحه عموميه اللي كيستافد منها المجتمع. كيركز على حقوق الضحيه او لا انصاف الضحيه وذوي والعائله ديال الضحيه. عراقات التشريع وسن القوانين في الحضاره الامازيغيه واتسامها بالمرونه جعلها تتاقلم مع المستجدات التاريخيه اللي مرت بها شمال افريقيا والمغرب بصفه خاصه. كاين القانون العرفي في المغرب كيرجع لزمان قديم، وكاين في افريقيا كلها ماشي غير المغرب. وكان حتى مع الشريعه كان دائما الشريعه الاسلاميه والعرف هما القوانين اللي معترف بهم في المغرب. كان في كل الاحكام ديال محاكم الفقهاء القدام منذ زمان، بالخصوص الفقه المالكي، كانت الاحكام ديال القضاة وكذلك المشاكل اللي كتوقع القضايا كيطبق فيها العرف يزرف في مزيغن ولا الشريعه. هادو هما الاعمده ديال القانون المغربي. في المشكل اللي وقع في عهد الى عهد قريب في ايام فرنسا،
كان القانون العرفي لو دروا كوتيميي كان من المواد الأساسية في دراسة القانون في الكليات وفي المعاهد. كان لو دروا كوتيميي وكانت حتى المحاكم العرفية. واللي وقع من بعد هو أن بعد 1956 وبالخصوص في بداية الستينات وقع إلغاء المحاكم العرفية، وكذلك نوعا ما سد الأبواب على القانون العرفي. إذا كان القوانين العرفية الأمازيغية أو إزرفان ما كتعارضش مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في الدوافع وراء إنكارها وتجاهلها كيلفها الكثير من الغموض. الأستاذ أحمد أرحموش، كنرحبوا بك في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية وكنشكرك على المساهمة فيها. العرف الأمازيغي كيف شفنا في روبورتاج فيه التباس، لا في الفهم ديالو، لا في المفهوم، لا في المضامين، ولا في المجالات. وربما هذا كيرجع للمنظومة التربوية، ربما كيرجع أيضا للتقصير في وسائل الإعلام، ربما كيرجع لتأويل سياسي معين اللي هيمن في واحد الفترة. لكن الآن بحكم العمل اللي عملتوه، العمل العلمي اللي درتوه حول العرف الأمازيغي، بغينا نعطيو للمشاهدين صورة حول العرف. ما هو العرف الأمازيغي؟ وشنو هي المضامين اللي كيتناولها؟ وشنو هي المجالات اللي استعمل فيها؟ في واحد النظرة يعني مركزة اللي تعطي للمشاهدين صورة واضحة حول هذا الموضوع. تنمرنك السي أحمد في تغوري تديت كناوس مقارض، ولكن اسمح لي نوقف شويه عن الجانب المفاهيمي لانه مهم بزاف. هو من بين الحويجات اللي مفروض ان المغاربه كاملين يعتزوا بها، بان كاين هناك خلاف بعض الفقهاء القانونيين وبعض كذلك الفاعلين السياسيين. عند الفقهاء القانونيين اللي تيستحضروا الجانب الاكاديمي في التحليل يمكن يكون مقبول نسبيا، ولكن في الجانب الناس ديال الباحثين السياسيين ولا الفاعلين السياسيين نهار تنذكروا على الموضوع ديال الموروث القانوني الامازيغي. اذا خلينا نسميوه الموروث القانوني باش نلقاو الامكانيه ننتقلوا لواحد المفهوم احسن بكثير وارقى وكذلك متلائم مع الوضع ديال هذا الموروث القانوني اللي يمكن ان نسميوه هو القانون الوضعي الامازيغي. بالتالي احنا لسنا امام اعراف، احنا ماشي قدام الاعراف ولا عادات وتقاليد. كاين هناك خلاف بين الكتب ولا المجالات اللي الفاعلين اللي اشتغلوا على هذا المجال. طبعا كاين اللي تيستخدم المفاهيم ديال العادات الامازيغيه، العادات العرفيه الامازيغيه، القوانين العرفيه الامازيغيه. وقع واحد البلبله وواحد التوتر في المفاهيم، وبالتالي هو ضروري، ولكن كل مفهوم عنده دلالته وتعطي وعنده كذلك تاثيراته وعنده كذلك المجالات اللي يمكن ينطبق عليها، وبالتالي نسميه من الاحسن قانون وضعي امازيغي. وهنا تطرح السؤال لماذا القانون الوضعي الامازيغي ولما لا ما يكونش عرف امازيغي؟ القانون الوضعي باعتبار انه وضعوه مزيغا بالعقل ديالهم لتدبير اوضاع واقعيه معينه. صحيح، هذا واحد الجانب من الجوانب، ولكن كاين الجانب الاخر لماذا نسميه القانون؟ نسميه القانون ما نسميوش عرف وما نسميوش عادات. نعم. لان الناس اللي تيفهموا في المجال القانوني اللي تيقراوا الجانب القانوني تعتبروا بان الممارسات اليوميه للمواطنين ولا للشعوب والمجتمعات تنطلق عاده من العادات وتتكون غير ملزمه للمجتمع وتتنتقل بحكم التراكمات اللي تتراكمها وبواحد الامتداد الزمني ديالها والتكريس ديالها في الواقع الى عرف. كتولي عندها الزاميه معينه بحكم العاده، عندها الزاميه عرفيه، الزاميه معنويه. عندما تصبح عرفا غتكون عرف، ولكن ملي تتستمر في التنفيذ وفي الممارسه اليوميه تتنتقل هذيك الاعراف الى مستوى ان تصبح قانونا وملزم. وهنا تتكون مجموعه ديال الشروط. وبعض الفقهاء اللي طرحين ان الامازيغيه ما يمكنش نسميوها قانون. لماذا؟ لانها ليست مدونه مثلا، ليست ما استمرتش واحد المده زمنيه طويله لكي يتم اعتمادها. ثم الجانب الثاني ما فيهاش الالزاميه في النص القانوني. هنا تنردوا عليهم. وهذه الاعتراضات هل هي صحيحه؟ صحيح، الاعتراضات كاين بزاف د المعطيات اللي ما تتخليناش ان حنا نتماشاو معها. لماذا؟ لان اولا القانون الوضعي الامازيغي كما سميتو في البدايه هو قانون مدون في اغلب مقتضياته، بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال الباقي منه فين مشى، ندخلوا في التفاصيل ديال اللي وقع التراث الامازيغي بكامل ماشي غير في الموروث القانوني ولكن في الموروث الادبي الى اخره، المجموعه كلها اللي تم التدمير ديالها والاحراق ديالها وكذا الى اخره. الجانب الثاني هو الالزاميه ديال النص. قانون الوضع الامازيغي ملزم للجميع، ملزم للجماعه التي قامت بالعمليه اللي وضعته. يمكن ناخذوا النظام نموذج النظام ديال تافكورت مثلا.
النظام ديال تافكورت هو نظام ماشي ماده قانونيه، هو نظام من فصله الاول الى فصله الاخير. الاسلوب ديال تشكيل اللجان المراقبه ديال والحفاظ على البيئه والحفاظ على موروث الزراعه، الحفاظ على المنتوج الزراعي في واحد الفتره معينه، والتحريم ديال ان الناس يدخلوا ليه ولا يزرعوه ولا يحرثوه ولا يرعيوا فيه ولا شي حاجه من هذا النوع، ثم الغرامات اللي تتقررها هذه اللجان. صحيح. وتضطر الجماعه كل من ارتكب مخالفات تجاه هذا النص هذا النظام تضطر ما تخلص الغرامات بمعنى الجزاء كاين. الاجزاءات كثيره جدا في القوانين الوضعيه، وهذا معناه ان الالزاميه كاينه. صحيح. الجانب الاخر فيما يتعلق بالجانب ديال التواتر ديالو والاستمراريه ديالو، اعتقد انه اللي رجع للكتب التاريخيه وما يتداول الان الى حدود الان في مجموعه ديال القبائل الامازيغيه او اللي نسميوه الجماعات الامازيغيه في المجموعه ديال المواقع على الاقل في المنطقه ديال سوس المغرب وفي المنطقه ديال الاطلس الى حدود الان كاين العديد من الضوابط القانونيه المرتبطه بهذا القانون الوضعي الامازيغي اللي باقي معمول بها الى حدود الان ما لم، ولكن للاسف الشديد انها باقي في الطريق الى الدمار، لان ما كاينش العنايه، ما كاينش الحمايه، ما كاينش الاعتناء بها، وما كاينش حتى شي مبادره سياسيه من الدوله المغربيه في الاتجاه ديال الحفاظ على هذا الموروث وفي الاتجاه ديال دعمه وتطويره وانه يلعب الادوار ديالو في النسيج القانوني المغربي. انا فين تنقول بانه اذا الجانب ما بقاش مطروح المشكل واش الموروث القانوني واش هو عادات واش هو ليس عرفا، كان عرفا قبل 33 قرن، ولكن التقى الان الى يصبح منذ القرن الثاني عشر الميلادي ليصبح قانونا وضعيا وضعه الانسان وما استمدوش من شي بلاصه اخرى، وليس ما متحكم فيه حتى جانب من الجوانب الميتافيزيقيه، بل انه يوضع من طرف المواطنين والمواطنات اللي تيشكلوا القبيله ولا تيشكلوا الجماعه السكانيه ديال الدوار ولا ديال القبيله ولا ديال الكونفدراليه وشبه هذا القبيل، بل اكثر من ذلك هو سلس ومرن، لانه يتحول يمكن في ظرف سنه انه يتعدل القانون 4 مرات ولا 5 مرات، لانه قانون ارضي عقلي وضعه البشر من اجل التدبير. صحيح. بمعنى ملي غناخذوا التجربه هذه ديال انه الجماعه تجتمع كل مره في الاسبوع ولا مره في الشهر في الاسواق ولا في المدارس ولا في الزوايا من اجل مراجعه النص، راه التجربه ما عندوش اي قدسيه، بل اكثر من ذلك انه نفس التجربه الان اللي تنعرفوها اللي تسمعوا بها في سويسرا وهي تجربه رائده جدا في المجال ديال الديمقراطيه، تنعرفوا بان كل مره كل اسبوع كاين استفتاءات على القوانين تيتبدل القوانين بسبب المشاكل والمستجدات الحياه، تيكون مواكب لتطور الزمان والمكان والعقليه المواطنين والاحتياجات كذلك، وفي نفس الوقت الطموحات ديالهم في الاتجاه ديال الدعم وبناء فعلا منظومه مجتمعيه قادره على انها تتحدى التحديات المطلوبه واللي كاينه على المستوى في العلاقه بين القبائل مختلف القبائل وكذلك في العلاقه ديالهم على مستوى الكونفدراليات الاخرى. وهنا يمكن نذكروا على الاسلوب ديال التدبير ديالهم، النزاعات، الخلافات، المحاكمات، السلطات الى اخره، لحد ما يمكن نقول لك بدون انه انا اخشى ان نوقع في الخطا ولا شيء من هذا القبيل ان عندنا فعلا نظام قانوني امازيغي قادر يدبر دوله بكاملها، ولكن للاسف الشديد باقي كاين الجهل بالمضامين ديالو، كاين كذلك الاراده السياسيه اللي ما بغاتش انها تمشى في الاتجاه ديال استيعابه وكذلك لعب الادوار من اجل النهوض به. إذا يمكن لنا نقولوا فعلا بأن الأمازيغيين كان عندهم نظام قانوني متكامل ونظام قادر أنه يغطي جميع المشاكل والمجالات المرتبطة بالتدبير ديال الدولة، بما فيها المجال السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، سلطة المياه، سلطة الأراضي، سلطة الغابات، سلطة المرتبطة بالتدبير اليومي للمواطن فيما يتعلق بعلاقتهم بين الزاوية وبين الحياة المدنية للمواطنين إلى آخره. بالتالي يمكن نقولوا فعلا بأن عندنا واحد موروث قوي وكبير جدا خصنا نعتزوا به في بلادنا ونعتزوا به بشكل كبير جدا، لانه قادر يلعب الادوار ديالو خصوصا في الظرفيه الحاليه اللي مطروح فيه اشكالات كبيره جدا فيما يتعلق بموضوع ديال القيم اللي يمكن نستوحي اهمها واساسها من بلادنا ومن اصلنا ومن عراقتنا في هذا البلاد. واش ماشي من الاسباب اللي جعلت ان هذا الموروث القانوني معرض للاندثار ان هناك تغير في البنيات السوسيو-ثقافيه ديال المجتمع؟ بمعنى لما كتمشي بنيات معينه لابد ما غادي تمشي معها عدد من الظواهر وعدد من الثقافات او العناصر الثقافيه والقانونيه. اعتقد انه على حسب معرفتي وعلى حسب الاطلاع البسيط اللي عندي في العلاقه مع القوانين الوضعيه الامازيغيه، المراحل اللي مر لها كل مره تتم غربلته
كنا قلنا في البدايه بان القانون الوضعي الامازيغي ليس صكا مقدسا وليس شيئا ثابتا لا يتحول، بل هو ماده تواكب الزمان وتواكب الاحتياجات ويتم الاستغناء عن الامور السلبيه ولا الامور اللي تم تجاوزها الزمان ولا الامور التي يمكن ان ما يبقاش عندها حتى شي قيمه في المجتمع. يمكن نعطيو امثله كثيره جدا. نموذج ديال الملكيه مثلا، نموذج ديال الملكيه عند الامازيغيين ما عندهمش ملكيه فرديه، عمر كانت عندهم الملكيه الفرديه، كاين دائما الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج. وبالتالي تيطرح واحد السؤال عند البعض: لماذا المراه لا ترث في القانون الوضعي الامازيغي؟ بكل بساطه اللي تيطرح هذا السؤال ما فاهمش، لان الملك الجماعي لا يورث اصلا بكل بساطه. العتيق الملكيه الفرديه هي التي صحيح. الملكيه الجماعيه لا في الارض ولا فيما يتعلق بوسائل الانتاج لا تورث بالاطلاق، هي ملك للجماعه ولا يمكن ان ترث لا من الرجل. وخصو يضيف اللي تيطرح هذا السؤال انه راه ما تيورث لا الرجل وما تتورث لا المراه، حتى واحد ما تيورثو، دائما تينتقل من الجماعه للجماعه وتيبقى ملك للجماعه وتتحافظ عليه. لان علاش؟ هذا هما من بين الاسباب اللي خلات التلاحم والتضامن والتكافل بين المجتمعات الامازيغيه فيما يتعلق عندما تكون الازمات وعندما تكون في شده، وتخليهم دائما متماسكين ومتلاحمين سواء تجاه الاغيار ولا في الحروب ولا في كل ما يمكن ان يهدد الامن والسلم الداخلي للجماعه. اذا هذه القوانين الامازيغيه قابله للاستلهام حتى ولو لم تكن ستطبق بحذافيرها كما هي او كما كانت من قبل. لا اكيد اعتقد انه قابل للتطبيق بحرفيته، يعني كتميز بهذه الحيويه كما هي عليه الان الى حدود سنه 1945. اخر نص خرج، اخر نص تم اعتماده اللي توصلنا ليه، وللاسف الشديد يمكن نقول لكم بين قوسين بان هذا النص للاسف الشديد ما كاينش في المغرب نهائيا، تم تدميره، حصلنا عليه بصعوبه في احدى المكتبات الفرنسيه واضطرينا نجيبوه خارج البلاد وجبناه للوسائل ديال الخاصه. ولعلم الجميع انه هذا النص مكتوب بالامازيغيه، نص قانوني، مدونه كبيره فيها ما يقرب من كذا و80 نص مكتوب كله بالامازيغيه، وتيحدد كيفاش ممكن الناس يتفادوا الاختلاسات في العلاقه مع الملك الجماعي، كل ما يتعلق بالعمليه ديال المشادات، العمليه ديال الضرب، العمليه ديال الجرح، العمليه ديال القتل الى اخره. امور كلها المرتبطه بهذا المجال تنظم بشكل عادي جدا. واعتقد ان القيم، لان لماذا القانون الوضعي الامازيغي الان اصبح يلعب دورا بل يضاهي القانون الوضعي المغربي الذي يشرعه المشرع المغربي، يضاهي ويتجاوز في القيم المبني عليها ويتوازى مع ما اللي تتقرر الامم المتحده، وخصوصا المواثيق الدوليه لحقوق الانسان اللي تتهضر على الحق في الحياه، الحق في المساواه، الحق في التعدد. غادي نجيو لهذا في نهايه الحوار ديالنا. المضامين ديال الاعراف، واش ممكن ناخذ فكره حول بماذا تتعلق هذه القوانين الوضعيه الامازيغيه؟ كيف سميتوها؟ كما معروف عند الساكنه الامازيغيه، ملي تتوضع مدونه من المدونات ماشي تتوضع نص، تتوضع مدونه بكاملها اللي فيها عدد كبير من النصوص. الاسلوب باش تيتم وضع هذا القانون هو مهم جدا نوقفوا عنده نسبيا. طبعا احنا ما عندناش مؤسسات البرلمان كما عندنا الان، ما عندناش مؤسسات الحكومه بالبنايات الفخمه وما عندناش المؤسسات ديال مجلس المستشارين، وما عندناش مؤسسات ديال الجماعات الحضاريه والجماعات القرويه اللي كاين الان. كانوا الناس يجتمعوا بشكل طبيعي في اطار جماعه، اما في الاسواق الاسبوعيه اللي يتجمعوا فيها الناس كاملين تتكون مناسبه للالتقاء، واما احيانا عندما يتعلق الامر بامور تتعلق بالجوانب الدينيه يتم عقد التجمع في الزوايا بحضور الفقيه ديال الجماعه، ويشارك في العمليه كمستشار وليس كمقرر، يستمع، يمكن ليه يدلي برايه ولكن لا يقرر، الجماعه هي اللي تتقرر. احيانا تيديروه في المواسم، عندنا معروف في الجنوب ولا في الوسط كاين مواسم سنويه، ولكن هذه المواسم السنويه لماذا خصصت فقط للمصادقه على الاتفاقيات اللي تتكون بين الكونفدراليات وماشي فيما يتعلق بالقوانين المحليه او في عقد الاحلاف او في عقد التنسيقات او في عقد تضامن فيما بين هذه الكونفدراليه بكاملها من اجل مثلا حل منازعه حول موضوع كذا وكذا 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 الى اخره. وبالتالي الموضوع ديال تجاوز الواقع اللي تكون احيانا محبط احيانا بالنسبه للقوانين الوضعيه الامازيغيه، تتم الاجتماع عليه
خلال الاسبوع وخلال الشهر يتم اتخاذ القرار من طرف الجماعه بالتشاور معهم. يمكن الجماعه بالتوافق وليس بالتصويت. يمكن تكون هناك حالات شاذه او اقليه تناهض نصا معينا، تضطر الجماعه انها تنقل الجمع العام الى الاسبوع الاخر في اطار من اجل المزيد من التشاور ولكن عاده الاغلبيه ديال القوانين تلقاوها مبديه اتفقت القبيله على كذا، اتفقت الجماعه الفلانيه على كذا. هذا المفهوم في حد ذاته اللي تكون باديه به المدونات يعطيك الانطباع بانه كان هناك واحد النظام جيد متوافق عليه، بحال ما غنعاودش نرجع لك للتجربه ديال سويسرا، لان هذا هو النظام باش خدامه ما خداماش بالعمليه ديال التصويت على مستوى القرارات الكبرى السياسيه، بل بالتوافق باش خدامه عندما يصل الى واحد القرار مشترك متفق عليه يتم تنفيذه في حينه. طبعا اللي تيتم اعتماد مدونه من المدونات بتفاصيلها تنتقل للمساله الاخرى الاجرائيه اللي تنسميوها الان في المغرب ولا تسميوها في القانون الاشهار ديال القانون. الاشهار القانون تيتنشر عندنا في المغرب دابا الان في المدونات في الجريده الرسميه. عند الامازيغ يقوم بعمليه ديال الاعلان ديالو من طرف البراح، ما يسمى بالبراح في السوق، وتيتم تلاوه النصوص ديالو كلها، ومن ذاك النهار تتبدا العمليه ديال التنفيذ ديال النص مباشره ويصبح ملزما للجميع وما عندها حتى شي واحد الحق انه وعندهم سلطات ديال التنفيذ فيما يتعلق بالمراقبه ديال السلطه التنفيذيه، فيما يتعلق بالسلطه التشريعيه اللي وضعته اللي شفناها، السلطه التنفيذيه لمراقبه التنفيذ ومرافقه النص باش ما يوقعوش المشاكل وباش تتم العمليه ديال التطبيق ديالو بشكل جيد. وكاين السلطه القضائيه اللي تتراقب الجميع، وفي هذه السلطه القضائيه فيه نقاشات كبيره فيما يتعلق بالتسلسل ديال هذا التدرج ماشي عاد جانا حنا من شي مشرق ولا جا من الغرب، كان عندنا قديم. بل اكثر من ذلك ان الامازيغ كانوا سباقين النظام ديال التحكيم ان حكاما ما كانش. دابا الان الى حدود الان في القانون المغربي ما وصلوش للنظام ديال التحكيم الا في السنوات الاخيره او في ال20 سنه الاخيره عاد بدات العمليه ديال التشريع ديالو. في الامازيغ كنخدموا بالعمليه ديال التحكيم، حتى اللي ما عجبكش القرار ديال التحكيم تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الاستئناف، واللي ما عجبكش تنتقل للمرحله الثالثه اللي هي محكمه النقد، ماشي محكمه النقد ولكن تيسميوه امغار ينحكام بحال مشيتي هي المرحله النهائيه ديال الطنوه، هي المرحله النهائيه. وملي تكون الحكم النهائي طبعا تصبح نافذ. المجالات اللي تيضمنها هذا القانون الوضعي كاين بزاف ديال الملاحظات فيما يتعلق لماذا القانون الوضعي الامازيغي تيركز بزاف على الجوانب الجنائيه والجنحيه وما تيتناولش الامور المتعلقه بالجوانب العقاريه. الجوانب العقاريه وبكل بساطه اللي قاري المنظومه الفكريه والمنظومه السياسيه والمنظومه الاقتصاديه ديال المجتمعات الامازيغيه بمنطق ان الملكيه وسائل الانتاج اللي ذكرنا عليها سابقا بانها في ملكيه الجماعه بما فيها الاراضي والمياه الى اخره، الارض والمياه والنباتات والغلات موارد الى اخره. تيعرف بانه المجتمعات الامازيغيه ما في حاجاش الى تنظيم هذا المجال لانه في حد ذاته ما تيدخلش فيه الفرد بارادته الحره، هو ملكيه جماعيه دوك مدبره. لكن الامور اللي تتوقع احيانا هو في المجال الجنائي وفي المجال ديال ضبط السلم والامن والاستقرار. وهذا الامن والاستقرار تتضمن مدونات جنائيه مختلفه. عندنا مدونات تتعلق بالجوانب المرتبطه بالنزاعات البسيطه المتعلقه بالضرب والضرب والجرح، الامور المتعلقه بسرقه الممتلكات، بسرقه المنتوج الزراعي الى اخره. عندنا الانظمه المرتبطه كذلك بالعمليه ديال القتل. وفي هذا الموضوع ديال القتل اللي مهم جدا اللي خص المواطن والمواطنات يعرفوه ومزيان انه والان كاين نقاش كبير فيما يتعلق بالموضوع ديال انه عقوبات الاعدام ما بقاتش حتى شي وظيفه. هناك مطالب صحيح عند الحقوقيين باتجاه ديال انهاء هذه العقوبه في المغرب. في القانون الوضعي الامازيغي الحد الاقصى او العقوبه القصوى اللي فيه هي ما يسمى بالازواج او التغريب او النفي، يعني لا يوجد حكم الاعدام. صحيح. الحد الاقصى عندما ملي تتوقع العمليه ديال القتل فلان مع فلانه او فلان تتم العمليه ديال صدور حكم ضده ديال النفي ديالو، ولكن النفي ليس دائما لمده شهر او شهرين او 3 اشهر على حسب السن ديال المقتول او الضحيه وعلى حسب الاراده ديال الضحايا. ولا بغى يرجع تيخص الجماعه كله تجمع وخصو يؤدي واحد الغرامه ويمشي عند اولياء الضحايا ويقدم لهم العزاء ويطلبهم باش يسمحوا ليه. الا سمحوا لي يمكن يرجع، الا ما سمحوا ليش تتمتد عاوتاني العمليه ديال النفي لمده 3 اشهر اخرى ويعاود يرجع يقوم بنفس العمليه. وهكذا حتى الموضوع يعاود يرجع الى قبيلته. ما كاينش نفي مطلق وقطعي. صح. اذا العقوبات اللي كاينه على مستوى ديال القانون الوضعي فيما يتعلق بالمجالات التي تنظمها هي الحد الاقصى في العقوبه هي التغريب او النفي او العقوبات الماليه
فيما يتعلق او الغرامات فيما يتعلق بمجمل او مختلف القضايا المرتبطه بالسلوك اليومي للمواطنين واي مساس المصلحه العامه للمواطنين. عندنا مجالات اخرى اللي هي مهمه متعلقه بالتنظيم ديال السقي والمياه في جوج حويجات. المنبع اللي تتنبع منه المياه، لان هنا فين تنذكروا بان القانون الوضعي استطاع انه يوصل واحد المستوى ديال يضمن الامن المائي للمواطنين والمواطنات بطريقه عقلانيه بطريقه سلسه انطلاقا من الاحتياجات ديال المواطنين وعلى حساب، لان تنعرفوا الجفاف كان واحد الوقيته تيضرب بسنوات مستمره. بالتالي تيستحضروا الناس الامكانيات المتوفره بتشاور مع المواطنين. المنبع ولا العين يمكن يعطيك 10 طن ولا 50 طن في العام، هذيك 50 طن الناس تيبرمجوها ما هو مخصص للسقي وما هو مخصص للشرب. والعمليه ديال التوزيع ديالو تتم بشكل عادل بين المواطنين والمواطنات، الى حد ما انه كاين تيستخدم النظام ديال تنست، كاين تيستخدم النظام ديال الشمعه، حتى الشمعيت تنست تيديروا فيها واحد 2 لتر تتبقى تهبط تتسالى الدوره ديال القبيله الفلانيه، تنعاودوا ندوزوا الاخرين وتيدور في الاسبوع بكامله. في العمليه يمكن وصلوا الناس الى واحد الحد مهم جدا ديال انه يمكن واحد القبيله تتوفر على مياه مستقله عن القبائل الاخرى، تيمكن ليها تسمح في الدوره ديالها وفي اطار التضامن والتكافل الاجتماعي انها تخلي الدوره ديالها للقبائل الاخرى اللي اكثر ضررا واللي عندها حاجات اكبر وفوريه. الجانب الاخر هو فيما يتعلق بالملكيه ديال المياه. الملكيه ديال المياه كما قلنا يمكن نعتبروا المياه ملك عام، ملك عام اللي يمكن حتى شي واحد حقه يتصرف فيه، والتدبير ديالو تتقوم به السلطه التنفيذيه المنتخبه من طرف هي اللي كتشرف على التوزيع، هي تصل عمليه التدبير ديالو والمراقبه ديالو وفي التوزيع ديالو على جميع المواطنين والمواطنات. وهنا في ممكن نلاحظوا مجموعه ديال اللحظات ولا في القراءات اللي يمكن يديروها الناس في النزاعات اللي يمكن تكون بين القبائل، تتوقع نزاعات فيما يتعلق بالخلافات على الاراضي، وتتوقع كذلك فيما يتعلق بالمساس بالامن الداخلي للقبيله الفلانيه، وما عمر وقع شي مشكل فيما يتعلق بالجانب المائي، لان يعني قوانين الماء محكمه كانت محكمه منضبطه، ولكن كذلك تنحسوا كيخضع عليها الكل. صحيح. وتنحسوا كذلك بانه المواطن ملي تتعطيه الامكانيه يساهم في التشريع وفي ممارسه الرقابه وفي الانتخاب، تتكون عنده قابليه مطلقه في المرافقه ذلك بشكل سلس بدون ما تقلب على الاحتواء ديالو ولا الاستقطاب باي وسيله من الوسائل. يعني كيكون هناك نوع من الضمير الاخلاقي. صحيح. لكي يجري هذا. صحيح. اذا هنا كاين قيم اللي يمكن نستخرجوها من هذه المجموعه ديال القوانين المختلفه والمتنوعه. القيمه ديال الحق او الحقوق اللي يمكن نستخلصوها منها اللي قائمه الى حدود الان هو ضمان الحق في التقرير المصيري للجماعات بدون اي تدخل باي واحد. من المواطن هو من ينتخب، هو من يشرع، هو من يدبر، وهو من ينفذ في نفس الوقت. حقه تيدبر كذلك القانون الوضعي الامازيغي تيضمن كذلك الحق في توزيع السلطات وفصلها بين السلطه الدينيه، ما عندناش السلطه الدينيه لان عمليا الشكل الذي يدبر به الشأن الديني، وهذا هو اللي خصو الناس في هذا الوضع اللي حنا تنتواجدوا فيه اللي تتعيش فيه بعض القيام منزلقات خطيره اللي يمكن تمس بالاستقرار ديال بلادنا ويمكن تمس بالتضامن ديال الشعب المغربي، انه في قانون الوضعي الامازيغي هناك الزاويه لها ممتلكاتها الخاصه بها، ولكن هذه الممتلكات الخاصه ماشي ضيعه في القبيله بكاملها، هي جنانات دايره بالزاويه وفيها الفقيه وعنده ميزانيته. الميزانيه تاخذها من عند السلطه التنفيذيه المنتخبه، والعمليه ديال التدبير ديالو يقوم فقط بتدبير الشؤون الدينيه فيما يتعلق بالعبادات، وليس له الحق في التدخل في الانتخابات ولا في تدبير التشريع المدني التي يوضعوه المواطنين، ولا ان يفتي فيه ولا ان يعطي فيه توجيها ما. كل ما يتعلق بتدبير الجماعه لحياتها الدنيويه تقوم الجماعه بتدبيره، تتولاه بنفسها، على خلاف اذا كان الامر يتعلق بنظام قانوني ضروره مراجعته يتعلق بنظام زاويه، تتم عقد التجمعات في مقر الزاويه بحضور المواطنين صحيح، وبتشاور مع الفقيه او طالب المسجد فيما يتعلق بالتوجهات ديال المواطنين والمواطنات، وتتم تدبير هذه الامور بشكل طبيعي جدا وما عمر وقع شي مشكل. بل اكثر من ذلك انه في القبائل الامازيغيه او في الجماعات الامازيغيه كانت هناك تعدد الديانات، وكان المشرع
تياخذ بعين الاعتبار بانه راه البلاد متنوعه ومتعدده التعدديه صح، الى انه وصلوا بعض اللحظات كبيره جدا وبالاخص في المنطقه ديال ازيلال ومنطقه ديال افران. هناك نصوص قانونيه تتحدد الميزانيه المخصصه للزاويه ديال المسلمين وكذلك للمعابد اليهوديه بشكل متساوي بدون اي تمييز لا بين هذه الديانه وبين كاين قوانين في هذا صحيح. كاين قوانين راهي منشوره، كاين الان لحسن حظنا دبرنا، ولكن كما قلنا دبرنا بوسائلنا الخاصه ولو خارج المغرب، ولكن اللي كاين هو اللي يمكن ناكدوا عليه بانه حنا في حاجه الان الى هذه القيم، نحتاج بواحد الشكل كبير جدا في الوقت اللي بدات تنضمحل وكاين حرب قويه جدا من اجل تدمير هذه القيم اللي خلات المجتمع انه يتطور، خلات المجتمع انه يعيش بدون كراهيه، بدون تعصب، بدون اي عدائيه للاخر، بدون ان يكون هناك قمع او تسلط او استبداد في العلاقه مع الاراء ديال المواطن والمواطنه او شيء من هذا القبيل. وقيم ديال التضامن والتعايش صحيح، بل اكثر من ذلك في القيم ديال التضامن كاين انظمه مختلفه. النظام ديال التويزه معروف في المغرب دابا الان كامل الى حد ما. الجمعيه الان تسمى بجمعيه التويزه بالمنطق ديالها بالمفهوم ديالها. الناس ملي تتكون في مأزق ولا تحتاج في اطار تعاون بين السكان او الساكنه تيتجمعوا الناس تيمشيو تيأديوا الوظيفه للقبيله الفلانيه بشكل جماعي وعاودوا يرجعوا نفس الشيء. كاين النظام ديال تفقد كما ذكرنا عليه، كاين كذلك النظام ديال توالى ديال امكن الناس واحد محتاج ما عندوش امكانيه مثلا ديال تدبير الشأن المحلي ديال تدبير العائله الاسريه ديالو او هناك نقص في القوت اليومي ديالو. كاين هناك امكانيات ديال ان الدوله او ان الجماعه السلطه التنفيذيه تدخل من اجل توفير العمل بمنطق التمييز الايجابي لفائده هذه الاسره، من اجل توفيرها اكبر فيما يتعلق بالتوزيع، فيما يتعلق بالماء الشرب، فيما يتعلق بالانتاج الزراعي، يتعلق بالزراعه. تنعرفوا دابا كاين ديك الساعه كاين الرعي هو اللي كان سائد بشكل كبير، بل كاين الناس اللي تيعطيو لهذوك العائله ولا اخس ولا افوس اللي هو اسره صغيره جدا اللي تقوم بالعمل، اللي تكون عندها ضعف في الامكانيات الماليه ديالها، يتم اعطائها واحد المجموعه ديال الاغنام من اجل تدبيرها لمده سنه حتى تولد لها ويعاود يرجع الاخر الاغنام ديالو ويخليو ليه ما تبقى. ما تقوم به الان في المغرب ما يسمى بالجمعيات ديال القروض الصغرى وكذا الى اخره، وهو النظام اللي كانوا خدامين به الامازيغ منذ زمان وادوا وظيفات مهمه جدا. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا استاذ رحموش كنحييكم على روبورتاج ثاني. إذا كان المغرب عرف تطور كبير وجدد في التشريع طيلة 100 سنة الأخيرة وتوفر على ترسانة قانونية مهمة، إلا أن بعض المناطق في المغرب أو بعض المجالات مازال الناس كيفضلوا اللجوء للقوانين العرفية وكيحتكموا لها في تدبير شؤونهم. أكيد أن الأعراف الأمازيغية ما زالت لحد الآن تطبق في العديد من المناطق، وخاصة أن مجموعة من المناطق ماشي كترفض القوانين الوطنية، وإنما كتوجد في القوانين الأمازيغية وفي الأعراف الأمازيغية ربما كتعطيها نتائج وإيجابيات أكثر ما كتوجدوا في القوانين الوطنية. فبالتالي في إطار الإصلاح الوطني العدالة كانت طرحت من طرف وزارة العدل على أن هناك عديد أكثر من 60 مركز قاضي مقيم اللي هو تقريبا شبه مغلق معطل، ان الناس ما كيجوش لهذا المرفق. هذا كان المفروض في وزارة العدل تعطينا تشخيص لماذا، شنو هو العائق، واش هاد الناس ما عندهمش نزاعات، هذا مسألة مستحيلة أكيد. فبالتالي اعتبرنا أن عدم لجوء الناس وهذه المراكز ديال القاضي مقيم أكيد أنها تتواجد أغلبها في مناطق اللي أغلبية ساكنتها ناطقة بالأمازيغية، فبالتالي هناك عائق اللغة اللي كتعتبر عائق جد مهم ما يسمحش للناس انهم يعني يمارسوا حقهم في اللجوء لهذا المرفق. هذا الإرث المهم من النصوص القانونية أو الأعراف في حاجة ملحة باش تنفتح عليها المعاهد والجامعات المختصة باش يتمكن المختصون من الاطلاع على مدرسة مغربية في علم القانون. باش نستخلصوا القاعدة الإيجابية في هذا الشيء هو أن العرف كان تلاقى مع الحضارة الأوروبية الحالية، مع القوانين، مع ما يسمى بالقوانين وضمانات القانون اللي كاينة دابا، عندها أصول عرفية، وإن كان دابا لأسباب لا يمكن لنا نسميوها أسباب إيديولوجية، كاين اتجاهات اللي ما كتقبلش مثلا باش يكون العرف مصدر من مصادر التشريع.
رغم أنه لا يمكن باش يتمحى، وكاين وثائق مكتوبة يعني في المكتبات وفي المتاحف ديال نصوص العرف، يعني كاين مجهودات، ولكن مع الأسف أن المواد القانون العرفي ما كتدرس رسميا في مناهج الكليات، وحتى في المدارس الابتدائية والثانوية. حبذا لو كان دروس العرف تقرأ كتراث حضاري عميق في المغرب. المثير للاهتمام أن فقهاء الإسلام كيعتبروا أن العرف من بين مصادر التشريع، وهو الشيء اللي حدث طيلة القرون الماضية، حيث عرفوا المغاربة كيف يولموا ما بيناتهم. خصنا نميزوا فيها بين الأعراف المكتوبة والأعراف غير المكتوبة، بحيث أن أغلبية الأعراف وأهم الأعراف مكتوبة باللغة العربية ونابعة من المجتمع، وتم تأطيرها حتى من الناحية الشرعية من طرف الفقهاء ديال اللي كينظروا ولا كيأسسوا وكيديروا التأصيل الشرعي للقواعد ديال الأعراف اللي فيها، اللي كيحاولوا يحيدوا منها المسائل اللي كتنافى بالأساس مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي كاين تأصيلات شرعية ومكتوبة باللغة العربية. نتمنى أنه في هذا الورش ديال إصلاح منظومة العدالة اللي كنذكروا عليه، أنه بعد ما تم الاعتراف في الدستور والتأكيد في الدستور على أن الأمازيغية لغة رسمية، أن اللغة الرسمية لا يعني الكلام، بحيث أن الأمازيغية أو الدستور والأمازيغية خصنا نهتموا بالقوانين العرفية الأمازيغية، وحبذا لو أنها تخصص لها وحدات في كلية الحقوق وفي المعهد العالي للقضاء، لأننا بغينا قضاة اللي كيكونوا كيتجاوبوا مع الواقع ديال الناس ويعرفوا العادات والأعراف اللي الناس باقي كينظموا بها حياتهم. إغفال أو تجاهل رصيد حضاري مهم هو محط استغراب كبير، حين كيتم من قبل الأحفاد نفسهم طمس معالم حضارة الأجداد. أستاذ أرحموش، هذه الترسانة القانونية الأمازيغية كتفصلنا عليها عدد من الوقائع والأحداث والمشاكل اللي بعض منها معضلات في الواقع، واللي مرتبطة أصلا بالمرحلة الكولونيالية وما بعدها، أي تأسيس للدولة الوطنية المغربية المستقلة، وكتجعل أن وعي الناس في المغرب يعني كتسقط منه عدد من الأمور اللي هي مهمة ومرتبطة بالذات ومرتبطة بالتاريخ ديالنا وبالتراث ديالنا، لكن ما كيعرفوهاش الناس. فهذا الفاصل اللي فصل الناس على ثقافتهم خلق اليوم مشكل. كيطرحوا الناس أسئلة: ما قيمة هذه القوانين وشنو ممكن نعملوا بها في السياق الراهن، طالما أن ناس آخرين كيقولوا بأن هذيك البنيات اللي ارتبطت بالقوانين الأمازيغية هي بنيات قبلية زالت ولم تعد موجودة، القبيلة كسلطة قائمة الذات مستقلة إلى آخره، فما جدوى القانون الأمازيغي؟ غادي نعتمدوا فقط القانون الوضعي الفرنسي والحديث أو الشريعة، وما بقاوش الناس كيتكلموا على العرف، وتقريبا بدا كيبان لهم واحد الحاجة يعني غامضة. كيفاش يمكن اليوم نستعدوا يعني في الوعي ديال الناس قيمة هذه الترسانة القانونية، وكيفاش أيضا ممكن التوظيف ديالها؟ تيظهر لي بأنه لو شعوب أخرى طرحت نفس السؤال عليها، بالأخص الشعوب المتقدمة، يمكن نعطيو أمثلة كثيرة جدا، ما كانش وصلت للمستوى اللي هي وصلت ليه الآن. لأن ظهر لي من خلال بعض التجارب اللي عينتها أنا شخصيا خارج المغرب، القوة ديالها والقيمة المضافة ديالها جات بالدرجة الأولى من التأصيل ديالها ومن ارتباطها بما أنتجته البشرية في البلدان اللي هي تنتمي لها، وما حاولتش تلعب ديك الادوار ديال البحث عن بدائل خارج الارض الوطن اللي هي تشتغل فيه، اللي تيقلب على المصلحه ديال هذه البلاد وتيقلب باش يطور هذه البلاد اللي ما يمكنش نطوروها بشي ثقافه اجنبيه ولا باستيراد قيم ليست قيمنا، بثقافه ليست ثقافتنا، بتوجهات ماشي توجهاتنا. احنا في المغرب منذ قرون وقرون طويله جدا راكموا الامازيغ في وضع واحد الترسانه تتسمى الان، نسميوه الان
ومفروض نسميوه لا من طرف الاكاديميين ولا السياسيين القانون الوضعي الامازيغي. مورود قانوني اللي خصنا نعتزوا به كما قلنا في البدايه. تاسيس ديال منظومه جديده ولا استمرار ما يسمى بالتمدن ولا ما يسمى ب الامتداد ديال المدن واختراقها للمجالات ديال اللي سميتيه في السؤال ديالكم ديال المجالات ديال البنيه ديال القبيله. اعتقد انه عنده تاثيرات صحيح من الناحيه الثقافيه وعنده تاثيرات احيانا من الناحيه اللغويه، لكن لا يدمر ولا يؤثر في شيء في المضمون ديال الماده القانونيه باعتبار الصمود ديال الفكره ماشي بحكم ماشي بسبب عدد من تبناها، بسبب قوه الفكره وبامكانيه انها تعيش مع الزمان والمكان اللي تتواجد فيه السكان المواطنين والمواطنات. نفس الشيء ينطبق على القانون الوضعي الامازيغي. يعني شنو هو الفرق اللي يخص يفهموه المشاهدين؟ شنو هو الفرق بين النزعه الماضويه اللي كتعتمد الان الدين وكتقول ان في التراث الديني كاين حلول للراهن وبين الاطروحه ديالكم حول القوانين الامازيغيه؟ بكل بساطه المشرع الامازيغي وما يسمى المشرع المغربي الان نسميه المشرع الامازيغي، ما هو القيمه المضافه التي يمتاز بها بصفته ينطلق من رأي المواطنين واحتياجاتهم وكذلك تجاربهم. ثانيا ضمان المساهمة ديال هاد المواطنين في العمل في المشاركة في الحياة الثقافية، المشاركة في الحياة السياسية، المشاركة في الحياة الاقتصادية، بل يمكن نقول بأنه هما الحاكمين وهما من يسود ويحكم في نفس الوقت، على خلاف ما يسمى بفكر اللي حاولوا بعض الأطراف للأسف الشديد منذ مدة خلال هاد العقدين الأخيرين الترويج له باعتباره بديلا عن وضعنا القانوني الأمازيغي اللي ركبنا في هذه البلاد والتعايش مع الديانات بكاملها بدون استثناء. تعايش مع قبل ما تبان لا الديانه المسيحيه ولا الديانه اليهوديه ولا الديانه الاسلاميه، تعيش مع الديانه المسيحيه، تعيش مع الديانه اليهوديه، تعيش مع الديانه الاسلاميه، بل اكثر من ذلك لعب دور كبير. لان ملي ذكرنا في البدايه ولا في السؤال الثاني على انه حاول المشرع الامازيغي ان يلعب الدور العمل من اجل تاسيس لما نسميه الان بالدوله المدنيه بابعاد الشان الديني عن الشان الدنيوي. الغايه ديالو لماذا؟ الغايه ديالو ما هي؟ ماشي المشرع الامازيغي ما كانش واعي ولا كانت تتحكم فيه القبيله ولا كان ديك الساعه القبيلات اندثرت الان، لا، كان تيسعى من اجل ضمان الاستقرار والحفاظ على المعتقد لمن له معتقد في القبيله. واحد، جوج، للحفاظ على التعدد في الحق في المعتقد كذلك، وضمان الاستقرار وعدم ومن اجل وضع حد لاي توترات واي مؤشرات غادي تبين بين تطحنات بين المسلمين واليهود وغير اليهود والمسيحيين او شيء من هذا القبيل. وفعلا نجح المشرع الامازيغي ان يضمن هذه القيم بكاملها. الان اصبحت حقوق الانسان تنشرها بشكل واسع، اجتمعت عليها الامم في العالم، توافقت عليها الشعوب واقرتها وتطالب الان الدول ان تنفذها. هذه القيم: الحق في تقرير المصير، الحق في المشاركه السياسيه، الحق في المشاركه الثقافيه، الحق في تدبير الاختلاف، الحق كذلك في التعدديه، ضمان الامن الغذائي، ضمان الامن المائي، ضمان المساواه بين الرجل والمراه، ضمان حريه المعتقد، وضمان الحريه ديال المعتقد ضمانه لاستمراريه حق المواطن في اعتقاد ما يراه ملائما له، بدون ان يكون الحق للسلطه السياسيه المنتخبه في الحق أن تتدخل في الأمور الدينية، والعكس صحيح. إذن هذه القيم للأسف الشديد في هذه الضفية اللي احنا تنعيشوها وتنعيشوها في المنطقة ديال شمال إفريقيا أصبحت الآن تطرح بحدة وجودها وقوتها وقيمتها المضافة. وهنا ممكن نقول نذكر بالمقولة ديال المولى سليمان عندما كان يحكم فاس، وكان شجاعا وكان جريئا عندما خاطب أهل فاس
وقال لهم يا أهل فاس إن كان لديكم استبداد أو تسلط فارجعوا إلى القانون البربري، سماه هو البربري، فلكم فيه أمنا وسلاما ولكم فيه كذلك استقرارا. مولاي سليمان كان ذكي ويعرف بالضبط المضمون. هذا اعتراف من السلطان ديال المخزن بقيمة القوانين الأمازيغية وعدالتها. صحيح، بل أكثر من ذلك. ليوطي عندما دخل إلى فرنسا أو قبل أن تدخل فرنسا في الاستعمار المغربي، أول عمل كان يقوم به فيما يتعلق بالمخابرات الفرنسية هو أنها كلف ما يزيد على 500 البشر ديال الفرنسيين مشاو تيقراو القانون الوضعي الأمازيغي في الوسط وفي الجنوب، واستطاعوا أنه يجمعوا القوانين الوضعية كلها ماذا تقول، كيف يدبر الأمازيغيون الخلافات بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بتدبير الأراضي، فيما يتعلق بتدبير المياه، فيما يتعلق إلى أن استوعبوا في معرفة. صحيح. بمعنى من يروج الآن الخطاب بأن فرنسا تريد أن تستعمل الأمازيغية باستعمال الظاهرة 1930 أو شيء من هذا القبيل، هذا غلط 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 سياسي وغلط في التقدير وغلط كذلك هو عبارة عن تأويل مغرض، وتأويل مغرض في الاتجاه ديال المزيد من التدمير، لأن هادو بغاو يبنيو خطابهم بنقيض الخطاب الآخر، وهما استعملوا خطاب أجنبي عن وطننا من أجل مزاحمة ومن أجل مواجهة طرف آخر أجنبي، ولكن هذا الأجنبي بغض النظر عن التحفظات ديالنا على الدور وباعتباره دولة مستعمرة حقيقة، ولكن عندما يطلع على هذه المواد واستعملها في التوظيف بل وظفها في المراسيم. يمكن نقول لك بأنه كاين قوانين الآن إلى حدود الآن اللي صادرة في سنة 1913 و1914 و1915 و1916 و1917 إلى حدود الآن لا زالت سارية الفعول ما زالت تعتمد وما كاينش حتى شي نص قانون اللي ينسخها ولو ما بعد الدولة المستقلة وبعد ما يسمى، وهي قوانين استعمارية. بل أكثر من ذلك أن هذه القوانين اللي تتقراها بأنها قوانين تنطبق تتعلق بالأسلوب الذي يدبر به الأمازيغ حياتهم اليومية وغادية، وكاين ناس اللي خدامين بها الآن، وكاين أحكام صادرة في مدينة تيزميت بناء على هذه الظاهرة اللي خدامة، وهي تتعلق بكيفية تدبير قوانين تتعلق بظاهر يتعلق بتدبير شؤون الاستعمار دائما يسميها البربر وهي الأمازيغ، فيما يتعلق بتدبير شؤون الطلاق مثلا، أو في تدبير شؤون العقارات، أو في تدبير النزاعات، أو فيما يتعلق بالجبايات، أو فيما يتعلق بالعملية ديال العقابات إلى آخره. كاين نصوص قانونية بمعنى الأمر يتعلق بثقافتنا وموروثنا فوق طاولة الآن المخاطبين كانوا سياسيين والفاعلين بمختلف أنواعهم. نعم. في إطار النظام القانوني الأمازيغي كيف كان الأمازيغ يتدبرون يعني موضوع الأحوال الشخصية مثلا أو القضايا ذات العلاقة بالدين وبالشريعة؟ أي علاقة كانت بين القانون الوضعي الأمازيغي والشريعة الإسلامية في إطار الجماعة؟ أعتقد أنه هنا يمكن نميزوا بين جوج فترات مهمة في التاريخ، على الأقل في إطار قراءتنا المدونات اللي حصلنا عليها. هو نفصل بين ما كان متداولا وما كان مقررا كقوانين وضعية من 1100 ميلادية حتى الحدود 1450 ميلادية، وما بعد 1450 ميلادية إلى حدود 1860 ميلادية. هنا في الفترة الأولانية هناك انفصال تام، ماشي بالمنطق العدائي، لا، بالمنطق التدبير الجيد للشأن الديني والشأن الدنيوي للمواطنين والمواطنات، إلى حد ما أنه مثلا يمكن نعطيك مثال بسيط جدا فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع. المساواة فيما بينهما، الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، بل أكثر من ذلك ما يسمى بالتمييز الإيجابي في المواثيق الدولي الآن كانت تطبقه القوانين الوضعية الأمازيغية ونموذج فيها. عندما يكون ملي تيضرب الرجل المرأة وتتشكيل المرأة عند القاضي تيتعاقب مثلا ب50 مثقال، كيأديها غرامة. ملي تضرب المرأة تيجي ضرب من عندها تجاه راجلها ولا شي واحد من الناس بيتو تؤدي 25 مثقال. الناس يفهموا بأنه المرأة عندها امتياز خاص في المجتمع. نعم.
يجب اعطائها امكانيات اقوى بكثير. هناك تمييز ايجابي يعني في الاتجاه ديال دعمها. بل اكثر من ذلك كاينين الاولاد اللي تسموا باسم امهاتهم وليس باسماء ابائهم. مساله اخرى تتعلق بما تم مراكمته فيه عمل قضائي ما يسمى بتنزلت مثلا، ما يسمى الحق الكد والسعايه بالعربيه وبالامازيغيه، يعني اقتسام الاموال المكتسبه اثناء الفتره الزوجيه. وللاسف الشديد المشرع المغربي في مدونه الاحوال الاسره الان اعتمد واحد الماده ديال 49 هي صوره مشوهه للقانون الوضعي الامازيغي، خدم من النص ولا النص. علاش؟ لان الامر يتعلق بتقسيم الممتلكات اثناء الفتره الزوجيه من الابتهال تطلق، من الزواج تطلق، او بعد الوفاه. المشرع المخدة فيه غير الشق المتعلق بعد الطلاق، ولكن بعد الوفاه لا، المراه ما عندهاش حق الطرد بالممتلكات. بمعنى لم يستلهم بكامله، اخذ منه النصف وترك النصف الاخر. ونتمنوا انه في اطار النضال ديال الحركه الامازيغيه انها تزيد من اجل ادماج هذه المقومات، لان الان سنكون امام مخرجين في المستقبل وهما قابلان للتطبيق الى حدود الان، بغض النظر على ما يمكن ان يكون من تاثيرات من الناحيه السياسيه والاقتصاديه على المنظومه ديال القبيله والمنظومه ديال الجماعه والشكل باش تشتغل والشكل باش تشكل الاحلاف الى اخره. هو انه هذا القانون الوضعي الامازيغيه متفق من الان بانه قانون وضعي امازيغي ولا يجادل في هذا الموضوع الا جاهل بالمنطق الاكاديمي، بالمنطق السياسي وبالمنطق العلمي. ثاني وبالتالي خصها تتحول لتصبح مصدر من مصادر التشريع. المواطن من المواطن اللي تيمشي عند القاضي، انا مواطن في مدينه مثلا اي مدينه من مدينات في المغرب، مشيت عند القاضي ما نجيب ما نقولش يجي يحكم عليا بشي قانون جبناه من شي بلاصه اخرى. انا بغيت يحكم عليا بقانون ديالي انا اللي عندي في هذه بلادي، بالعكس انا ساكون مرتاحا لحكمه ولو يكون ظالما عندما يطبق علي قانونا محليا مرتبط بثقافه ومعترف بثقافتي بقدر ما يعني هو ان ينفذ علي قانونا استعماريا او قانونا اجنبيا جاي من المشرق او جاي من شي بلاصه اخرى. الجانب الثاني بالتالي ممكن ان يتحول هذا الموضوع الى ان يصبح القانون الوضعي الامازيغي قانونا يعتمد في تطبيقه، يعتمد عليه من طرف القضاة الساده القضاة والقاضيات، ومن طرف النواب الوكيل الملك، ومن طرف وكيل الملك فيما يتعلق بتدبيرهم للامور المتعلقه بالمنازعات القضائيه كيفما كان نوعها وطبيعتها. واحد. الجانب الثاني هو ان يعمل المشرع في الاتجاه ديال ادماج المنظومه القانونيه الامازيغيه في التشريع الحالي. وما تعتقدش بانه احنا محتاجين نقلبوا على بدائل في جهات اخرى. وسيكون المشرع قد انجز ضرب عصفورين بحجر. اولا انه تعامل مع المنظومه الموروثه القانون المغربي بمنطق الارتباط بالوطن. ذاك يمكن ان نسميه قانون وطني حقيقي، اعتماد المقومات الذاتيه. صحيح. ثانيا سيكون في وضع مريح فيما يتعلق المقاربه الحقوقيه للتشريع المغربي. لماذا؟ لان احنا في القانون الوضعي الامازيغي غادي يصعب نقولوا الامور كلها 100% مزيانه، حنا ماشي دوغمائيين ولا عدميين لديك الدرجه. كاين امور التي تم تجاوزها وعمل المجتمع الامازيغي على انها تجاوزها هو بنفسه، وبدل النص وعدلوا مرارا وتكرارا الى ان اصبح فعلا يتوافق ويتطابق ويتلائم مع ما اقرته الامم المتحده في مجال حقوق الانسان بما فيه مختلف الحقوق المقرره. يمكن نقول لك حتى في المجال ديال الحروب عندما ما يسمى بالصليب الاحمر الدولي. هذا معناه انه باعتماد القوانين الامازيغيه كمصدر من مصادر التشريع غادي نكونوا في عمق الذات وفي نفس الوقت غير متعارضين مع القيم الكونيه اللي في حقوق الانسان. صحيح. لان ملي تنذكروا على القيم اللي تحمل هذا القانون الوضعي الامازيغي لقينا فعلا يتوافق، بل كان سباقا في اعتماد القيم ديال حقوق الانسان قبل ما تصدر المنظومه الحقوقيه، قبل اصدار الاعلان العالمي للحقوق الانسان 48 وقبل صدور الميثاق ديال الامم المتحده في سنه 1945. يمكن نطرحوا سؤال فين تيتجلاو فين تمظهرات ديال هذا التوافق. كنذكروا على ما تقرر على المستوى الحق في الموت بين الرجل والمراه فيما يتعلق بضمان حقوق المواطنين والمواطنات في المشاركه في الحياه السياسيه والاقتصاديه، وهي المجالات التي تحدثت عليها عندما طرحتم السؤال الثاني. وجبنا المجالات التي يتناولها المشرع المغربي، وبما فيها هو المثال المهم جدا اللي مهم جدا كذلك ناخذه بعين الاعتبار بانه ليس مقصورا القانون الوضعي الامازيغي ليس محصورا في الدائره الجغرافيه منغلقه.
وإنما هو يعني منفتح لا في الزمان ولا في المكان. في المكان، وكذلك يأخذ بعين الاعتبار ما يروج في الدائرة الإقليمية وفي الدائرة الجهوية وبل في المستوى العالمي والدولية. النموذج اللي يمكن نعطيه هو النموذج ما يسمى بالنظام ديال الصليب الأحمر الدولي الآن، اللي يمكن ملي تكون منازعات حروب بين دول دولة تلعب الصليب الأحمر الدولي مهمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالأسرى أو فيما يتعلق بضمان الحياة والسلم والأمن للعجزة وللمدنيين، نقولوا للمدنيين بشكل عام. القانون الوضعي الأمازيغي عالجها بشكل جيد ولائق إلى حد ما أصدر مدونة عندما تكون هناك حروب بين كونفدرالية وكونفدرالية أو بين تضاد وتضاد أو بين قبيلة وقبيلة، هناك اتفاقات تشكل ما بين القبيلة والقبيلة لتعين 4 أفراد أو 6 أفراد حسب عدد السكان. لا الدور ديالها شنو هو؟ الدور ديالها هو أنه الناس عندهم صراعات سياسية بيناتهم بين القبيلة والقبيلة ولا بين الأحلاف والحلف، تيخص الحروب اللي تتكون تيخص تجنب إلزاميا المساس بالمدنيين وبالعجزة وبالأطفال، بل أكثر من ذلك ما خلوهمش هكذاك كشعار عام، فرضوا عليهم أنه عندما تقع الحروب تيحولوا تيهزوا المدنيين بكاملهم ويعزلونهم في مكان خاص مع ضمان العيش الملائم في الحدود الممكنة أثناء الصراعات وأثناء الحروب. أستاذ أرحموش، سؤال أخير وفي يعني عبارة وجيزة، واش الوثيقة الدستورية الحالية بإقرارها برسمية الأمازيغية وبالبعد الأمازيغي ديال الهوية المغربية، واش كتشكل إطار لاستعادة هذا التراث القانوني كمصدر مصادر التشريع؟ شخصيا انا بالنسبه للوثيقه الدستوريه بالمطلب اللي تم التجاوب معه ديال الاعتماد الامازيغيه لغه رسميه الى جانب اللغه العربيه ولا في المرتبه الثالثه وبالتراتبيه التي وردت بها، اعتقد انه النص ديال الوثيقه الدستوريه باقي غامض في هذا المجال، ولكن انا تعتقد ماشي معيق. لماذا؟ لاني يمكن ناخذ التجربه ديال بريطانيا اللي ما عندهاش دستور الى حدود الان، وعندها وقادره انها تدبر التعايش والتعدد اللغوي والثقافي بين اسكتلندا وبين الشعب البريطاني في نفس الوقت. بالتالي انا اعتقد انه كاين بعض الاشارات فيما يتعلق بالوثيقه الدستوريه في الديباجه، ولكن هناك مؤاخذات اللي ما تخليش لتتعطي للناس يفهموا امور اخرى غير ما هو مطلوب وما هو في حاجه اليه. عندما تم الحديث عن الابعاد الهويه المغربيه، تم اقحام في اخر لحظه واحد الجمله تم ديال اعتبار الدين الاسلامي هو في صدارة. هذا وقع في اللحظات الأخيرة من وضع بعد تدخل تنظيمي سياسي معروف في البلاد اللي تيشن عداء غير مقبول نهائيا. إذا إلا تبنينا قراءة إيجابية للدستور غادي نمشيو مع الرأي المتفائل، عكس إلا تبنينا قراءة يعني حسب مشكل الصياغة اللي مطروح. هو الدستور طبعا تلا بغينا نديروا التنزيل ما يسمى بالتفعيل، نسميه بالتفعيل، لابد ان يكون هذا التفعيل ديمقراطيا، وهذا التفعيل الديمقراطي تيخص الديمقراطيين، ولا يمكن ان تكون الديمقراطيه الا بالديمقراطيين. وللاسف الشديد الاوضاع اللي احنا فيها الان الى حدود الان هي ملغومه، اعتقد انه لا تفرق. اذا يمكن نقولوا انه اقرار القانون الامازيغي واعتراف به هو مرتبط بمسلسل الديمقراطه. صحيح، ومحطه من المحطات اللي باقي تنتظروا محطات كبيره جدا في المستقبل. نعم. نتمنوا ان احنا نوصلوها عما قريب. استاذ ارحموش، شكرا على الاسهام ديالكم في هذه الحلقه من برنامج شؤون امازيغيه. السيدات